يلا بقى هنا هنعمل خلطة حلوة قوي تنفعك في السمك، تنفعك في الكبدة، تنفعك في المخلل. البتنجان بقى طبعا بيحب الفلفل الأحمر، وجماله بقى وحلاوته لما يبقى عندك في البيت ما تحتاجيش لأي حاجة تاني. انا هنا جايبه كيلو ونص من الفلفل الاحمر. طبعا شلت العرف الاخضر بتاعه وهحطه تحت الحنفيه كده يتغسل، تنقعيه شويه او تغسليه بايدك. انا فضلت انقع فيه كله لحد ما نضفته كويس جدا وبقت ميته بيضه ونضيفه. طبعا لان هو عند الراجل ما بيبقاش نضيف، فطبيعي ان انتي هتغسلي الحاجه كويس جدا. في الوقت ده انا كمان كنت مقشره الثوم بتاعي. انا هنا طبعا الفلفل الاحمر كتير، انا ده ربع كيلو توم يتيم يعني، ماشي، عشان التوم غالي. انا جبت ربع توم، وهنا مش هستعمل طبعا الكيلو ونص فلفل، لا انا هستعمل نص كيلو مع ربع كيلو توم. حلو قوي، هيعمل لي خلطه كويسه، وبرده التوم هيبقى باين فيها وجوهر. طبعا انا هنا كمان كنت غاسله الثوم بتاعي ونقعاه في حبه ميه، هصفيه وهصفي الفلفل الاحمر، وهجيب الكبه بقى وهبدا افرم الاول الثوم مع حبه الفلفل اللي انا هحطهم. انت بالنظر كده هتقدري يعني لو عندك ميزان اوزني النص كيلو فلفل، ما عندكيش بالنظر كده هتقدري تويمي النص كيلو وتسيبي بقيه الفلفل. انا هنا طبعا هقطع الفلفل الاحمر او احطه بحلو زي ما هو كده كده هيتفاعل مع الثوم. انا حطيت حبه الفلفل وهسيبهم طبعا ياخدوا ويدوا كده لحد ما يتفرم كويس، وهحطهم في علبة. يبقى انا هنا عندي توم بفلفل احمر، هقدر استعمله بقى للكبدة، للسمك، لأي حاجة انتي بتستعملي فيها توم. البامية بتحب الفلفل الحامي مع التوم، تبقى حلو. بدل حابة تحطي معاه فلفل اخضر تمام مفيش مشكلة، بس هو الاحمر لوحده بيبقى احلى بكتير طبعا من انك تخلطي معاه فلفل اخضر حامي. ممكن تعملي خلطة برضو بالفلفل الأخضر مع الثوم، يعني ممكن تجيبي نص فلفل أخضر حامي مع ربع كيلو ثوم، أو حبيتي النص ونص يعني زي ما انت عايزة. دي بتبقى حاجات اختيارية، يعني حتى الكمية دي بتبقى بتاعتك انت، مش إلا شرط يعني تعملي الكمية اللي أنا بقول عليها بالظبط. احنا مجرد ان احنا بنساعدوا بعض بس في التفكير. بعد كده انا هفضي الثوم والفلفل الاحمر في العلب اللي هي انا بستعملها. وهو عمل لي علبتين، يعني ادي اول علبه كانت نص كيلو، والعلبه الصغيره دي حوالي ربع كيلو، يعني كيلو الا ربع يعتبر من الخلطه. هنا بقى فضيت الثوم، وبعد كده بدات اعمل الفلفل الاحمر لوحده خالص من غير ثوم، وده برضو هحطه في علب لوحدها. حاجة أساسية بس قبل ما أنسى إني أنا أقولك عليها، ولا تضيفي زيت ولا تضيفي ملح، ما تقلقيش جدا بيقعد ولا بيصفر ولا بينشف ولا أي حاجة خالص. انت لو حطيتي ملح هيفضل الفلفل في الفريزر بيبقى طري، مش هيجمد ولا هو ولا الثوم. فمن الافضل ان انت ما تحطيش ملح خالص ولا زيت، مش محتاجه، انت هتحطيه في الفريزر وخلاص على كده. هنا برضو بكمل بقيه كميه الفلفل الاحمر مع بعضه، وبعد كده افضيه في العلب وهشيله. وكده يبقى عندك الخلطه جاهزه. اي وقت تحبي تعملي اي حاجه بتطلعي بالمعلقة وبتاخدي على طول. اتمنى طبعا ان الفيديو يكون مفيد، اكون قدمت لكم حاجة كويسة. اشوفكم على خير، وما تنسوناش في اللايك والشير، وما تنسوش تتابعوا صفحتنا على الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب. اشوفكم على خير، والسلام عليكم.